هل تعلم أن ما يقارب 85% من الرجال يجدون صعوبة حقيقية في ملاحظة متى يتم خداعهم؟ قد لا تبدو هذه النسبة مقلقة في البداية، لكن إذا كنت ممن يعتقدون أن الولاء في علاقتهم أمر مضمون ومؤكد، فقد يكون الوقت مناسباً لإعادة التفكير بعمق وهدوء. في كثير من الأحيان تكون العلامات التي تشير إلى وجود خلل واضحة أمامنا تماماً، لكننا ببساطة لننتبه إليها في الوقت المناسب. تخيل هذا المشهد: تبدأ شريكتك بقضاء وقت أطول مع أصدقائها وتخرج بشكل متكرر. وعندما تسألها عن هذه اللقاءات تبتسم بهدوء وتخبرك بأنها فقط تستمتع بوقتها وتسترخي. وبسبب ثقتك بها تتجاهل الأمر في البداية. لكن مع مرور الوقت تلاحظ أنها أصبحت أكثر بعداً، أقل حناناً، وأقل رغبة في التحدث عن العلاقة وعن مستقبلها. هنا يبدأ الشك بالتسلل وتسأل نفسك: هل أنا أبالغ في التفكير؟ هذا نموذج شائع جدا لكيفية مرور التغيرات الصغيرة دون أن نلاحظ معناها الحقيقي. حتى الرجال الذين يعتبرون أنفسهم شديدي الملاحظة غالبا ما يفاجؤون عند اكتشاف الخيانة لاحقا. والسبب في ذلك أن النساء غالبا ما يكن أكثر حذرا وتحفظا في إخفاء مشاعرهن، مما يجعل تصرفاتهن أقل وضوحا وأكثر صعوبة في الاكتشاف المبكر. المشكلة غالبا لا تكمن في كأنت بل في الطريقة التي تتجمع بها هذه العلامات بشكل تدريجي وبطيء حتى تصبح غير ملحوظة. إذا كنت ترغب في تطوير قدرتك على ملاحظة هذه الإشارات الدقيقة وفهم السلوك الإنساني داخل العلاقات بشكل أعمق، فمن المهم أن تكون أكثر وعيا واستباقية. لأن التعرف المبكر على هذه العلامات قد يساعدك في حماية علاقتك أو الاستعداد لأي تغييرات محتملة قبل أن تفاجأ بها. وقبل أن نبدأ في استعراض هذه السلوكيات والعلامات، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل جرس الإشعارات لتصلك أحدث المحتويات والنصائح المفيدة. نحن هنا لمساعدتك على بناء علاقات أقوى وأكثر وعياً. والآن إليك العلامات والعبارات الشائعة التي قد تدل على أن شريكتك بدأت تبتعد عاطفياً أو ربما لم تعد مخلصة بالكامل. العلامة الأولى هي ذكر شخص آخر بشكل متكرر وبنبرة إيجابية. عندما تبدأ شريكتك بذكر شخص بعينه، لنفترض اسمه خالد، بشكل متكرر وبحماس واضح، فهذا يستحق الانتباه الجدي. عبارات مثل خالد يفهمني جيدا أو خالد تعامل مع هذا الأمر بطريقة رائعة قد تبدو عادية في البداية، لكنها قد تعكس وجود ارتباط عاطفي حقيقي خارج العلاقة. الأمر ليس مجرد إعجاب عابر، بل قد يكون إشارة لوجود شخص آخر يحتل مساحة في مشاعرها. راقب طريقة حديثها عنه، وإذا لاحظت تكرارا أو حماسا زائدا عند ذكره أو مقارنتك به بشكل متكرر، فقد يكون من المهم أن تفهم دوره الحقيقي في حياتها. العلامة الثانية هي الخروج المتكرر بتفاصيل غير واضحة. الخروج مع الأصدقاء أمر طبيعي تماما في أي علاقة صحية. لكن عندما تغيب التفاصيل أو تكون مبهمة وغير متسقة، فقد يكون هناك شيء غير معلن. إذا لاحظت تناقضا في كلامها عند سؤالها، أو تهربا من الإجابة الواضحة، أو تبديلا في الروايات من مرة لأخرى، فقد يكون ذلك مؤشرا على وجود أمر يخفى عنك. لا تتجاهل هذه التفاصيل الصغيرة، فقد تكون لها دلالات أكبر بكثير مما تبدو عليه في الظاهر. العلامة الثالثة هي طلب المساحة بشكل مفاجئ. طلب المساحة الشخصية في العلاقات أمر طبيعي ومشروع إذا جاء بشكل متدرج ومفهوم. لكن إذا جاء هذا الطلب بشكل مفاجئ ودون مبرر واضح أو محادثة حقيقية سبقته، فقد يشير إلى نوع من الابتعاد العاطفي أو الرغبة في الانفصال التدريجي. هذه المساحة قد تمنحها فرصة للانشغال بأمور خارج العلاقة وربما مع شخص آخر. من المهم احترام رغبتها في المساحة الشخصية،
لكن في الوقت نفسه انتبه إن كانت هذه المساحة تخلق فجوة متزايدة بينكما دون أن تتحسن الأمور، فقد يكون وراءها سبب لم يقل بعد. العلامة الرابعة هي الغياب المتكرر تحت ذريعة العمل. العمل لساعات متأخرة من أكثر الأعذار شيوعاً لتبرير الغياب الطويل. لكن إذا أصبح هذا الأمر متكرراً بشكل لافت فمن الضروري الانتباه بعناية. راقب إن كانت هذه الفترات تترافق مع تغييرات أخرى ملحوظة مثل كثرة استخدام الهاتف بشكل سري، أو اهتمام زائد بالمظهر عند الخروج، أو تجنب التفاصيل عند السؤال والرد بإجابات مقتضبة. اجتماع هذه الأمور معا في نفس الوقت قد يشير إلى وجود شيء غير معلن تجاهلته حتى الآن. العلامة الخامسة هي اقتراح أخذ استراحة من العلاقة. اقتراح أخذ استراحة قد يكون في بعض الحالات محاولة صادقة لحل المشاكل المتراكمة وإعادة ترتيب الأفكار. لكن إذا جاء فجأة دون مقدمات أو نقاشات سابقة، فقد يكون مؤشراً على شيء آخر تماماً. هذا الطلب قد يمنحها مساحة للابتعاد والتفكير في خيارات أخرى. انتبه للسياق الذي قيلت فيه هذه العبارة وكيفية تعاملها معها بعد ذلك، لأن هذين العاملين يساعدانك في فهم نيتها الحقيقية بشكل أدق. العلامة السادسة والأخيرة هي عبارة أن تستحق شخصاً أفضل مني. قد تبدو هذه العبارة للوهلة الأولى وكأنها تعبير عن التواضع أو الاعتراف بالقصور، لكنها غالباً ما تحمل شعوراً داخلياً عميقاً بالذنب. عندما تقول شريكتك إنك تستحق شخصاً أفضل، فقد تكون تحاول تخفيف شعورها تجاه شيء تخفيه أو تخطط له. تكرار هذه العبارة قد يدل على أنها تهيئ نفسها نفسياً للابتعاد أو تحاول تسهيل الانفصال عليها وعليك في الوقت ذاته. وأخيراً، كيف تتعامل مع هذه العلامات بشكل صحيح؟ ملاحظة هذه الإشارات لا تعني التسرع في الحكم أو توجيه الاتهامات المباشرة التي قد تدمر العلاقة إذا كانت الشكوك في غير محلها. الأفضل دائماً أن تستخدمها كنقطة بداية لفتح حوار صريح وهادئ مع شريكتك. التواصل الصادق هو الأساس الحقيقي في أي علاقة ناجحة ومستدامة. إذا لاحظت نمطاً من الابتعاد عبر عن مخاوفك بهدوء، وحاول فهم الموقف من جميع جوانبه دون تصيد أو اتهام مسبق. الخيانة أو حتى الشك فيها يمكن أن يؤثر بشكل كبير على الثقة والأمان العاطفي داخل العلاقة. لكن من خلال الانتباه للتفاصيل الصغيرة والعبارات المتكررة، يمكنك تكوين صورة أوضح عما يحدث فعلاً. وعلى الرغم من أن هذه العلامات لا تعني بالضرورة وجود خيانة، فإن الوعي بها يمنحك فرصة للتعامل مع الأمور بشكل مبكر وحماية علاقتك قبل أن تتعقد الأمور أكثر. إذا أعجبك هذا المحتوى أو وجدت المعلومات مفيدة، لا تتردد في الضغط على زر الإعجاب لدعمنا، ولا تنسى الاشتراك في القناة لمتابعة المزيد من المواضيع المفيدة. يسعدنا أيضاً أن نسمع رأيك وتجربتك. شاركنا في التعليقات، هل لاحظت مثل هذه العلامات من قبل وكيف تعاملت معها؟ شكراً لوقتك ودعمك الدائم.